عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. التداوي مباح بالأدوية المشروعة أو الأدوية التي ليست محرمة، لا يدل الشرع على حرمتها، وعلم بالتجربة أنها نافعة مفيدة. أما التي دل الشرع على حرمتها والمنع منها، حتى لو جرب بعض الناس أو أرشد بعض الأطباء إلى استعمالها لا تستعمل، لأن الشرع جاء بالمنع منها. ومن ذلك ما يسأل عنه بعض الناس مما يرشد إليه بعض الأطباء، وهي الأسورة النحاسية، الأسورة النحاسية التي تباع في بعض الصيدليات. هذه وإن جربها بعض الناس وأرشد إليها بعض الأطباء تبقى داخلة تحت الأحاديث التي تنهى عن التعاليق، مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خيط أو حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال: من الواهنة، يعني الواهنة ألم، وهم يزعمون أنهم إذا وضعوا هذه الحلقة من الصفر خف الألم، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالتداوي الذي دل الشرع على المنع منه لا يحل للإنسان أن يتداوى به، وإن قيل له أنه مجرب ومفيد، حتى وإن أرشده إليه بعض الأطباء. ولهذا أفتى علماؤنا من أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من أهل العلم على عدم جواز استعمال مثل هذه الأساور للتداوي والعلاج، لأن الشرع جاء بالمنع من هذه التعاليق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. وقال: إن التمائم والتولة شرك، والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة.